جدي كان بيحكي وعيونه بتلمع من الحب. كل كلمة بيقولها عن جدتي كانت طالعة من قلبه. سألته: طب اتخصمتوا قبل كده؟ قال: طبعا، بس عمرنا ما نمنا وإحنا زعلانين، كنا منتعاتب ونتراضى. الحب الحقيقي بيخلي الخصام يقربنا مش يبعدنا. في اللحظة دي اتذكرت خطيبي. سألت نفسي: هو قال لي يوم كلمة حلوة زي كده؟ حسيت يوم إنه بيحبني بالشكل ده؟ الإجابة كانت لأ. ده دايما بيقلل مني، انتي تخينة، مش نافعة، متدلعة. ولا مرة حسيت بالأمان معاه، ولا حتى اهتمام بسيط. وفجأة الدكتور خرج وقال إن جدتي حالتها تحسنت. جدي جري زي طفل بيدري على حضن أمه، وهي أول ما شافته ابتسمت له بنظرة حب حقيقي. ساعتها بس فهمت، الحب مش وعود، الحب مواقف، احترام، خوف، حنية. رجعت البيت، قريت رسايله تاني، بس بعيون مفتحة، مش بقلب معمى. بالحب كلمني زعق ولا سأل فيا حتى. قفلت السكة ورحت لأهلي وقلتها بكل وضوح: أنا مش عايزة أتجوز الشخص ده. اتصدموا، بس أنا كنت واثقة. النهاردة ربنا عوضني براجل بيحبني بجد، ورزقني ببنت بتقولي بحبك يا ماما بنفس الطريقة اللي أبوها بيقولها لي بيها. وعرفت إن الحب الحقيقي مش ورد ولا كلام. الحب صبر، خوف، واحترام حقيقي.